السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ نقول لكم صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا عليكم جميعا. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، فيديو حلو جدا جدا باذن الله هيعجبكم ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين تستفادوا منه. واللي البيتزا ما بتنجح معاها ان شاء الله بعد الفيديو ده لما تشوفوا وتعملها ان شاء الله هتبقى معاها احلى واجمل بيتزا باذن الله. النهارده عملنا البيتزا بطريقه حلوه جدا جدا، انا عملتها طبعا معاكم على القناه كتير، بس بجد المره دي حلوه قوي قوي. وكمان الجبنه تحفه بجد، عامله مطه حلوه قوي قوي، واكيد انتوا شايفينها معايا في الفيديو. والعجينه هشه وحاجه، بصوا روعه الروعه بجد والله. بتمنى منكم قبل ما نبدأ الفيديو تدعوا لهم وأبويا بالرحمة، إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. وطبعا ما ننساش إخواتنا في غزة وفلسطين، ندعو لهم بالنصر دايما، وفي جميع الدول العربية بإذن الله ربنا ينصرهم وربنا يحميهم إن شاء رب العالمين. شوفوا قد إيه الجبنة جميلة جدا وعاملة مطة حلوة قوي قوي. والعجينة كمان نفسها حلوة وطعمها حلو، والصلصة بتاعت البيتزا عاملاها بطريقة حلوة جدا جدا، إن شاء رب العالمين هتعجبكم وإن شاء الله هتستفادوا من الفيديو. وبتمنى منكم اللي مش مشترك عندي في القناة يا ريت يشترك وتعملوا له لايك عشان الفيديو يكبر ويوصل لأعلى عدد لأعلى عدد إن شاء الله. ويا رب تستفادوا من الفيديو بإذن الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بجد كانت تحفة، وطعمها كان حلو جدا جدا. وكل اللي بياكل بياكل البيتزا دي من ايدي بتعجبه بجد والله العظيم. يعني حماتي بتقول لي المرة دي كانت طعمها حلو جدا جدا، والعجينة بتاعتها كانت طرية قوي مش ناشفة يعني الحمد لله. وعلى العموم بصوا انا بحب البيتزا اللي انا بعملها. هو كل حد فينا بيحب الحاجة اللي هو لا، بس بجد البيتزا اللي انا بعملها غير اللي الواحد بياكلها عند اي حد وكده، واحلى مليون مره من اللي بتتباع بره. فان شاء الله تستفادوا من الفيديو، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. شوفوا اللون من تحت كمان، دي انا كنت عامله صينيتين. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو ونشوف المقادير بتاعتنا، مقادير سهله وبسيطه كده ومش بتاخد اي وقت. انا اولا ما كنتش عامله كيلو دقيق، كنت عامله يمكن نص كيلو. نزلت هنا بنص كوبايه ميه الاول، ما تنزليش بالميه كلها مره واحده، ومعلقتين سكر ومعلقه خميره ومعلقتين لبن، اللي هو اللبن النيدو البودره ده. وبقلب كل ده مع بعضه. الاول تقلبيه كويس جدا، الخميره والميه، الميه بتبقى دافيه شويه. وكوبايه زبادي، كوبايه كامله، انا حطيت الكوبايه كامله، هي بتبقى صغيره اللي هو الزبادي البلدي بتاعنا ده. وتقلبيه برده كويس جدا مع بعضه. ومعايا هنا بيضه، اضافه البيضه دي يا جماعه بتدي طعم حلو جدا جدا للعجينه. لازم تضيفيها، هي مش هتاخد منك، مش مكلفه ولا اي حاجه، بس بجد والله بتدي طعم يعني وطراوه للعجينه فوق الوصف. نزلت هنا بحوالي نص كيلو دقيق ونص معلقه خميره، نص معلقه ملح ونص معلقه بيكنج باودر، وقلبت كل ده مع بعضه وبدات اعجن بقى. في الخطوه الاولانيه اللي هي الميه والخميره والحاجات دي، المفروض كنت اضيف ربع كوبايه زيت، حوالي 3 معالق كده. بس عادي لو ضفتها فوق العجينه عادي. تفضلي تعجنيها، بصي عجن متواصل كده حوالي ربع ساعه، عجن حلو جدا جدا، والعجينه تبقى طريه معاكي عشان تديكي نتيجه حلوه قوي. دي حاجه الصلصه بقى، الطماطم والبصل والثوم. انا سبت العجينه طبعا تخمر كده لما حد ما ترتفع معايا. انا زي ما انا قلت اهم حاجه تعجنيها كويس قوي قوي، وتمسحي وشها بمسح الزيت كده علشان ما تنشفش منك. هنا الطماطم قطعتها وحطيت عليها البصل قطعته برده، وضفت عليها الثوم ونص كوبايه ميه، وسبتها على النار لحد ايه ما تستوي معايا. هنا بقى العجينه بعد ما اختمرت معايا بالشكل ده كانت تحفه بجد، العجينه كانت حلوه قوي قوي وطريه كده. ما تحاولي ان هي بتبقى طريه معاكي، ما تبقاش قاسيه كده وجامده. قطعتها بقى حسب الصينيه بتاعتك قطعيها. انا قطعت بقى حسب الصينيه بتاعتي، كانوا ايه، طلعوا اتنين وواحده صغننه كده، عملتها صغيره خالص حته عجينه بقى كده، عملتها اللي هي ميني بيتزا، كانت تحفه بجد والله. ان شاء رب العالمين الفيديوهات الجايه نعمل الميني بيتزا بطريقه حلوه جدا باذن الله وتعجبك، وحشوات حلوه باذن الله. هنا بقى الحشوات بتاعه البيتزا، معايا زيتون اخضر والبصل والطماطم والفلفل الاخضر والجبنه الموتزاريلا والجبنه الروم. انا زي ما قلت في فيديوهات كتير جدا، انا ما بجيبش الجبنه الروم المبشوره. شوفوا الصلصه بقى وجمالها، كانت حلوه جدا جدا. على فكره انا في الصلصه دي ضفت عليها معلقه كاتشب، تديلها طعم خرافه. الجبنه الرومي بجيبها قطعه كبيره كده، بخليه يقطع لي ربع كيلو، وايه وببشرها في البيت. ما احبش اجيب المبشوره دي، ما بتبقاش حلوه، بتبقى هرد الجبنه.
فاهمين قصدي؟ بدأت بقى افرد العجينة وعملتها بالشوكة، خرمتها كده بالشوكة ودهنتها بالصلصة بتاعتنا الجميلة دي، ورشيت رشة خفيفة كده من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي وايه بعدين حطيت الفلفل والطماطم والبصل. شوفوا الجمال، بجد تحفة تحفة، كانت حلوة جدا جدا. كل اللي اكل منها والله العظيم عجبته، والطعم والطراوة بتاعت العجينة كان حلوة قوي قوي. دي الصينية التانية برضو نفس الخطوات. هنا بقى بعد ما انا طلعتها من الفرن، طبعا أنا ما جبتش كل التفاصيل عشان الفيديو ما بقاش طويل معايا. شوفوا بقى الجبنه وجمالها. الجبنه دي اللي هي الحمض الطبيعي، اما تروحي تجيبيها تقولوا لي انا عايزه الحمض الطبيعي. بجد حلو قوي قوي قوي. يعني كان في نوع جبنه تاني بس انا قلت لا، انا هاخد اللي انا عارفاه، لان انا ما بجيبش الا هي دي، وبتعجبني كطعم والمطه بتاعتها حلوه قوي. انتوا اهرئيكم برضو، قولوا لي رايكم، وربنا يصلح ما بين ايدينا، وان شاء الله تعملوها وتطلع معاكم احلى واحلى. حاولي بقى ما تغمقهاش ولا من تحت ولا من فوق، تاخد لون بس خفيف كده من فوق جدا، ومن تحت برضو حاولي ان هي تبقى ايه، واخده يعني درجه من البياض كده، ما تبقاش غامقه لا. دي الصينيه التانية كانت حلوه قوي برضو، هي صينيه صغيره كده بس كانت بجد تحفه، كان طعمها حلو قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة وفي رعاية الله.